وعندي الزوجه تاعي برك، عندي الزوجه تاعي دير قيام الليل وتصلي الشفع الوتر، وتخلي الوتر تاخره بين صلاه الصبح والفجر كما احنا نقولوا بين الاذان الاول والثاني. اسكو جايزه الشيخ ولا ماهيش جايزه؟ شكرا بارك الله فيك. نعم. لا زوجته تقيم الليل وتأخر الوتر ما بين الأذان الأول والثاني. لا إشكال في هذا، أمر جائز، لأن بين الأذان الأول والأذان الثاني هو من الليل وليس من الصباح وليس من النهار. والوتر كما نعلم أنه يصلى بعد العشاء، بعد عشاء صحيحة، ويستمر وقته إلى ما قبل الأذان الثاني. نعم. وبالتالي هي صلت بين الأذان الأول والأذان الثاني.